السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. معايا حلة مقاس 24. انا بوريكم المقاس اهو، مش عارفة باين ولا لأ. مقاس 24، عجناه ب400 جرام دي اسبونج، عجناه ب4 بيضات، معلقة محسن بتاعت اكل، ربع كوباية مية او ازيد من ربع شوية. شايفين الارتفاع بتاعه؟ ما شاء الله حلو اوي. رشة فانيليا. بعد كده يا جماعة حطوا البيض والمية في التلاجة لان الجو بقى حر قوي، ما عادش ينفع. انا كنت الاول بعجن كده بمية عادية كده من الحنفية، بس بقيت دلوقتي احط البيض والمية في التلاجة عشان الاسبونج وانت بتضربيه كده في العجان بتلاقيه سيل شوية معاكي، فبيقل في الارتفاع وكده. الاسبونج اللي انا شغاله بيه دريم، ما شاء الله بيدي ارتفاعات حلوه وبيدي طبقات حلوه. هقطع بقى الحله دي على رقم 8، هقطع 4 طبقات على رقم 8. التورتيه دي على طول مطلوبه، يعني كل يوم بطلع منها 2 3. شغاله حلوه قوي التورتيه دي. الحله دي هتطلع لي 2، يعني اطلع 2 على رقم 8، كل طبقتين على رقم 8، يعني حلوه قوي وسعرها كمان حلو قوي. بوريكم بقى السبونج زي ما انتم شايفين، ما شاء الله حلو قوي تحفه. حبيبي بقى متنسونيش بلايك كده وتعليق حلو. ضربت بقى كوبايه كريمه. الاتنين بياخدوا اقل من كوبايه كريمه، يعني الاتنين بياخدوا مني اقل من كوبايه كريمه. الكريمه اللي انا شغاله بيها المضرب. كيلو تقريبا دلوقتي ب350 جنيه. حط على قاعده 27، هي مقاسها 24 التورتاية، والقاعدة 27، وبحط الكرتونة بتبقى 30 في 30. حطيت كده وحشيت كده كراميل، الكراميل بيدي طعم حلو كده، وكان عندي شوكولاتة كده جنبي رحت حاطة حبة. انا بسقي ميه بسكر عشان كل يوم بعملها، يعني كل يوم بعملها. فانتوا لو عايزين تغلوا ميه بسكر، فانت عاوزة تغلي كده، يعني تحطهم دقيقتين كده على النار وعليهم نص عصرة ليمونة فاغليهم. بس انا بعمل ميه بسكر لاني كل يوم شغالة وببقى مستعجلة، يعني مش هلحق وكده، استناها تبرد والكلام ده. جلست اول تورتايه هي زي ما انتوا شايفين. حاولي بقى تسوي كويس كده السطح من فوق، يعني انا بحب ان انا ايه يبقى السطح كده ايه مسوي، عشان اما اجي اشكل التورتيه يبقى متظبطه معايا. لما بلاقي فيها حاجه برجع اعملها كده تاني لحد ما تبقى مسويه خالص زي ما انتوا شايفين اهو. احطها في الفريزر واشتغل في التانية، يعني من حله واحده هعمل 2. شغلوا كده نفسكم يا جماعه عشان الدنيا تمشي. عندك حله طلعي منها تورتيتين، مشي ديت بسعر كده حلو ودي بسعر حلو، هتلاقي الدنيا اشتغلت. وساعه ما نزلت العروض زي ما بقول لكم، وانا الحمد لله شغاله، يعني كل يوم بيطلب مني شغل. من ساعه ما نزلت العروض اللي انا نزلتها اللي هي كانت ب90 جنيه، بس ما كنتش ببيعها ب90 بصراحه، بقيت ابيعها ب100 جنيه زي الاول. بعد ما حطيتها تلجت كده، هي قالت لي قسمها لي 8 قطع، فقسمتها لها ل8 قطع كده، وال8 قطع يبقوا اشكال مختلفه. بس كنت حاطه التورته بتقعد شويه في الفريزر كده، الكريمه تمسك نفسها، وبعد كده بقى اروح مشكلاها وارجع احطها تاني حوالي نص ساعه. لو مستعجلين عليها مش مستعجلين عليها بسيبها بقى في التلاجة او في الفريزر لحد ما ترتاح خالص. التورتيه دي بتكفي 8 افراد. انا عاملاها معاكم كتير قوي على القناه التانية. حطيت هنا فراولة، جوليو فراولة، جوليو مانجا، جوليو شوكولاتة، جوليو كراميل. هحط بقى نوتيلا، وهحط نوتيلا بني ونوتيلا بيضة، هتبقى شكلها حلو يعني في الاخر. التورتيه دي انا بطلعها ب150، انتي حابه تطلعيها ب160، حابه تطلعيها ب170. لو الدنيا هتمشي عندك، مش هتمشي عندك طلعها من 140 ب150، يعني طلعها ب150. لو مش هتعرفي تطلعها ب160 ب170 ب150. انا شغاله على طول ب150. وفي واحده بتاخدها بتسترزق برضو فيها بديها لها ب140، يعني بتاخد واحده 2 3 بدهم لها على 140 جنيه. انتي بقى تعرفي تبيعيها بسعر اعلى من كده بيعيها. زي ما انتوا شايفين كده بقى التورتيه ابتدت تبان كده شكلها لما سويت الحاجات دي. هجيب بقى خله كده وامشي كده رايحه جايه عليها. ما شاء الله كان شكلها حلو قوي، وقالت لي اكتبي عليها اسم محمد. كتبت لها برضو الاسم وطلعتها لها ب150 جنيه. فانتي شغلي بقى نفسك كده، طلعي ب150، طلعي ب140، 160 حسب الجو اللي عندك.
انا جيت اكتب الاسم، راحت المساحة كانت خلصت تحت التليفون، فكتبته ايه من غير ما يتصور وكده. عندي شوكولاتة بيضة كده حطيتها، هي بتحطلهاش شغل كتير يعني، هي ما شاء الله شغلها حلو وبسيطة يعني وكده. الشوكولاتات دي كده انا بفردها على الرخامة، واروح رش عليها الفرماسيدي كده وبكسرها، بتبقى شكلها حلو اوي، بتدي شكل حلو للتورتايه. ده كان شكلها النهائي ما شاء الله، كانت شكلها بسيط ورقيقة قوي. هقفل معاكم التانية برضو، هي كانت برضو التورتيه التانية مختارين الشكل، يعني الاتنين دول الشكل بتاعهم كنت انا عاملاه قبل كده، واللي عاوزهم بقى مختار الشكل وكده. دي مختارها 4 تربع، قطعتها كده 4 تربع زي ما انتوا شايفين. هحط هنا ربعين جل شوكولاتة. الكيس بيبقى ضيق شوية، فبرجع اقصه بالمقص كده عشان ايه ينزل معايا على طول، بدل ما افضل اضغط عليه يروح مفرقع مني. زي ما انتوا شايفين كده، وربع هيبقى نوتيلا وربع التاني هيبقى جوليو فراولة. في ناس ما بتحبش جوليو الفراولة، بس بالعكس بيدي طعم حلو اوي اوي للتورته، بالذات مع التورتيه البيضة اللي هي فانيليا. هنا برضو حطيت جزء نوتيلا، كنت منزلاها على الصفحة بتاعتي واختارتها وكده. حبايبي بقى اللي بيقولوا لي الصفحة اسمها ايه، اسمها مطبخ رحاب تورته اونلاين. الصفحة بتاعتي مطبخ رحاب تورته اونلاين، اللي عاوز يدخل عندي يعني. حبيبتي اللي بتقولي ده الفيديوهات هتبقى مكررة، لا انا بنزل فيديو هنا وفيديو هنا، مش بكرره، انا ببقى مصورة فيديو هنا وفيديو هنا، كل واحد ليه فيديو مفصول عن التاني خالص. انا ازاي ما انا فاهمة ان لو انا نزلت حاجة مكررة يبقى غلط على القناة، لا انا بنزل بصور يوم هنا ويوم هنا. حطيت هنا شباكين كده، برضو كان عندي شوكولاتة بيضة كتير ما بعملش بيها حاجة، فقلت ايه هعمل بها يعني ايه الاشكال دي وكده. حطيت كريسبي وحطيت توت احمر. دي كانت بسيطة برضو خالص ما فيهاش شغل كتير. حطيت هنا مربى حليب، عملت وردة كده بمربى الحليب، وحطيت الناحية دي والناحية دي، بس على كده. لميت بقى كده الحاجة عشان احطهم لكم الاتنين تشوفوهم. كان شكلهم حلو اوي بسيط، وما خدوش معايا اي وقت يعني في الشغل وكده. الاتنين هما ما شاء الله الاتنين شكلهم تحفة. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه، واعملوا عروض يا جماعة هتشتغلوا ان شاء الله، واستنوني بقى في فيديوهات جديدة وعروض جديدة. ده كان شكل التورتيتين ما شاء الله حلوين اوي، مع الف سلامة.